هارد لك لاهل الجزائر، حرام عليكم يا شباب، والله المباراه كانت في ايديكم، المباراه كانت سهله من وجهه نظر، انتوا صعبتوها على نفسكم في البدايه وبيتكوفيتش ما شاء الله كمل. يعني هارد لك يا شباب، يعني مش عارف اقول ايه الصراحه. يعني احنا بنصفي يا جماعه، احنا خلاص اتصفينا اصلا، احنا لسه بنصفي، احنا اتصفينا خلاص. اعذروني عشان ممكن اتكلم بصراحه شويه. اكتر حاجه كانت خانقاني طول المونديال من المنتخب الجزائري شيء واحد، فنيا بيتكوفيتش عارفين ان هو كده كده مش اعلى حاجه يعني، لكن على مستوى اللعيبه انا عندي سؤال للاعبين: فين الروح؟ فين الشغف؟ انت بتلعب في كاس عالم، المفروض يكون في شغف شويه عند اللاعبين، انتوا مش لعيبه معتزله يا جماعه. فين الشراسه؟ فين الشراسه طول المونديال؟ مش لاقيها عند اللاعبين. انا قلت لك سيبك من مستوى اللعب، هنتكلم عنه دلوقتي، لكن الشراسه والحميه بالذات دي مش موجوده طول المونديال الصراحه. اما على مستوى اللعب انا عندي سؤال واحد: ممكن افهم كانت ايه خطتك في العمق الهجومي؟ يعني انت بتنقي اللعب، بتلعبوا كويس جدا مع بعض، مستحوذين وكل حاجه يا شباب، بس امتى هتتشاط الكرة بين الثلاث خشبات؟ مش كفايه الثلاث خشبات الناحيه الثانيه؟ بشكل رسمي آخر مباراة تلعب على الساعة 6 صباحا في كأس العالم 2026، وللأسف هذه المباراة كشفت لنا على المنتخب الأغرب والأسوأ دفاعيا في البطولة كاملة، واللي هو للأسف المنتخب الجزائري. لما بتعرف شو يعني استحواذ سلبي روح تابع المنتخب الجزائري. صدقا المنتخب الجزائري مع بيتكوفيتش ما بيعرف يسوي ولا أي شيء بالملعب غير انهم يستحوذوا على الكرة، ضعيفين دفاعيا بلا أي حلول هجوميا. يعني ما في مبرر للشيء اللي شاهدناه من الجزائر أمام سويسرا غير انه بيتكوفيتش مدرب الجزائر بايع المباراة، وكنا بنعرف انه هو اصلا سويسري وكان يدرب سويسرا. تعرفوا شو اللي بيزعل؟ انه يمكن بكل مركز فعليا المنتخب الجزائري يمتلك عناصر بيتمناها اي منتخب بالعالم، مواهب ولاعبين ذو جودة عالية، بس بالملعب مع كامل احترامي ما شاهدنا الا تخاذل. المنتخب الوحيد في يا جماعه حد يلحقني، نفس الماتش بتفرج عليه المنتخب الجزائري من اول البطوله، الخصم بس هو اللي بيتغير. بس اللي انا مش فاهمه هو ليه منتخب الجزائر عمل اللي هو عمله ده في المجموعات ولبس النمسا في اسبانيا وكل اللي حصل ده. يعني ما النهايه واحده. شفت منتخب قبل كده في كاس العالم كل ماتش بيلعب تشكيله شكل؟ اتحداك تسال مشجع جزائري. شو هالصباح هذا يا جماعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واحد فتح عيونه وعيط منظر، اقسم بالله ما عارف شو تحكي. انا ما حضرت المباراة، منيح مثلت معك الجزائر، قلت لي صار معي يا اخي، يا ريتك نمت معي ومثلت على المباراة. هارد لك لمشجعي الجزائر اللي قطعوا المسافة دي كلها عشان يتفرجوا على لعيبة عندها انهزامية بالشكل ده، لعيبة ما عندهاش روح، لعيبة ما قدرتش الجمهور اللي سافر لها كل المشوار ده عشان يتفرج عليها. الأسوأ من الهزيمة هو عدم القتال. عارف انت ممكن تخسر عادي بس ما تبقاش زعلان لو عملت اللي عليك زي منتخبات كتير. ما يمكنش تكون ايكيب ولا منتخب يلعب بهذا السوء، حتى واذا كنت انت باغي تلعب بهذا السوء ما تبقاش تكون كيما البارتيات على الجيري كونتر لا سويس. وانا بالتالي نقولها لكم لازم تشجع المنتخب الوطني الجزائري على الاقل حتى الاشعار اخر، حتى يبدلوا لونترينور، حتى يروح بيتكوفيتش، يبدلوا بزاف اسماء، باسكو البوله تاع متعه، ماشي البوله تاع تقعد تعيي في راسك وتسهر ومن بعد ترقد منشوع. غادي نترجع ما والو، انايا كل ربحوت يعني ما نستفاد والو. الناس برا خارجه معمره كاع الصطادات، معمره كاع البلايص باش يتفرجوا على ليكيب ناسيونال، باش يديفيلوا شويه، باش يفرحوا شويه يلعبوا هذا. والله يا حسر على الرايس مبولحي، يا حسر على مجيد بوقرة، يا حسر على رفيق حليش، يا حسر على دفاعات الجزائر اللي كانت صامدة وثابتة. اليوم أخطاء دفاعية كبيرة جدا بصراحة. الجزائر كانوا ما عندهاش دفاع اليوم. وصحيح المنتخب السويسري منتخب محترم، لكن الجزائر ما فماش، الجزائر ما جاتش للمباراة اليوم. والله راحت الأيام كأنك تلعب بدون دفاع أنت اليوم تدخل المباراة. آه 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 أنتم السابقون ونحن اللاحقون. والمشكله في ايه يا اخويا؟ المشكله ان هم مأكدين لي، والله زي ما بكلمك كده مأكدين لي ان لو كان المنتخب الجزائري في 2022 في قطر، المنتخب المغربي ما كانش وصل لربع النهائي، لان المنتخب الجزائري كان هو اللي هيوصل لربع النهائي والنهائي، والمنتخب الجزائري اللي كان هيشرف العرب وافريقيا والجزائر. النهارده المنتخب الجزائري اللي اتفق مع النمسا عشان خايف من اسبانيا يقابل سويسرا الضعيفه. سويسرا الضعيفه النهارده خرجته من كاس العالم. شفت انت منتخب ضعيف ازاي؟ شفت انت منتخب لا حول ولا قوه ولا قوه؟ شفت ان انت فاشل النهارده اهو. يعني حتى لو انت عملت تظبيطات وترتيبات واتفاقيات وبرضه خرجت من كاس العالم، في فرق شاسع ما بينك وما بين المغاربه. والله النهارده المنتخب المغربي هو اللي مشرف العرب ومشرف افريقيا، واول منتخب يصعد لدور ال 16 باداء مقنع وممتع مع المنتخب الهولندي. فرق شاسع بين المغاربه وبين اي منتخب ثاني. وصلت ولا اقول ثاني؟ تحياتي. سويسرا تنتصر بالسهالة، والله بالسهالة وبدون أي تعب. المنتخب الجزائري يحيرك، لا مهاجمين يسجلوا ولا مدافعين يمنعوا التسجيل على مرماهم، تستغرب والله.
صح في سيطرة لكن سيطرة سلبية عقيمة، وأهداف لسويسرا جاءت عبر أخطاء من اللاعبين الجزائريين. هدايا والله هدايا مع المنتخب الجزائري للأسف تسهر وسهرك تعب، والله أني نوم وتعب بدون أي فايدة. والله تستغرب يعني منتخب السويسري مش بذاك القوة وتخسر بهذه الطريقة. والله المنتخب الجزائري بحاجة إلى مهاجم، بحاجة إلى مهاجمين، وبحاجة إلى مدافعين زي الناس. حياتي لكم وخسارة وخروج عربي جديد. إلى اللقاء. جماعة هو الماتش ده في كأس العالم؟ يعني الماتش ده في كأس العالم في أدوار إقصائية؟ أنا حاسس إن هو ماتش متباع. منتخب الجزائر يعني هو ما جاش، ولا الهجوم جه ولا الدفاع جه ولا نص الملعب جه، هو مفيش غير المدرب. مدرب الجزائر ده يا جماعة أنا على فكرة سويسري وكان بيدرب سويسرا. أنا بشكك في الراجل ده، أنا شاكك فيه. ده غير إن لعيبة الجزائر مفيش روح، مفيش حرارة. ده أنا بص أنا جالي حرارة، أنا عرقان وهم ما عندهمش روح يا جدعان. لعيبة تحس إن هي نازلة ماتش عادي. ماتش يا ابني أدوار إقصائية في كأس العالم يا ابني، في إيه يا ابني؟ خذلتوا جمهوركم، خذلتوا شعبكم. مباراة غريبة ماتش يا جماعة والله ده لا سويسرا بتعمل والجزائر خالص عقم. أرض لك الجزائر. كابتن حفيظ دراجي وهو بيقول عودوا إلى الجزائر لا نريد شيئا، والله حتى العودة إلى الجزائر كترت عليكم. المفروض يبقى فيه رسالة اعتذار بصراحة للشعب الجزائري بعد الأداء اللي احنا اتفرجنا عليه ده من جانب المنتخب الجزائري، مدير فني ولاعيبة، عن انهم سهروا الشعب الجزائري على الفاضي. يعني اعتقد دي بداية الأدب والذوق والأخلاق. لو في قدر من الاحترام للعيبة منتخب الجزائر ولمدرب منتخب الجزائر لجمهور الجزائر، المفروض بعد الماتش ينزل رسالة اعتذار. احنا اسفين ان احنا صحناكم، اسفين ان احنا سهرناكم، اسفين ان احنا حسسناكم في لحظة من اللحظات ان انت منتخبك يقدر ان هو يعمل حاجة او يقدر ان هو يقف على رجله. لان انا كل موبقات الكورة شفتها في الماتش النهاردة، كل موبقات الكرة شفتها. ليه؟ لان انا ما بتكلمش على فريق خسر لان الحظ ما كانش معاه، او لان الظروف ما كانتش مواتيه، او لان الدنيا ما كانتش شغاله معاه كويس. لا، انا بتكلم على فريق خسر لانه كان الفريق مش بس الاسوأ في الملعب، ده كان الفريق الاسوأ والفريق اللي بلا روح والفريق اللي بلا هارد لك لمشجعي الجزائر اللي قطعوا المسافه دي كلها عشان يتفرجوا على لعيبه عندها انهزاميه بالشكل ده، لعيبه ما عندهاش روح، لعيبه ما قدرتش الجمهور اللي سافر لها كل المشوار ده عشان يتفرج عليها. الاسوأ من الهزيمه هو عدم القتال. عارف انت ممكن تخسر عادي بس ما تبقاش زعلان لو عملت اللي عليك زي منتخبات كتير، لكن لما توصل جمهورك للشكل ده تبقى انت ما تستحقش ان انت اصلا تلبس تيشيرت منتخب الجزائر. اما بقى المنجد اللي انتوا جايبينه ده فده اتضح ان هو كان بيدرب منتخب سويسرا 7 سنين. لو وصلت معانا لحد هنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل جرس الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومع السلامه.